السلام عليكم. النهاردة هنعمل صينية سمك تحفة جدا، طعمها حلو قوي. هنعمل مع بعض سمك المكرل بطريقة بسيطة، احنا مش هنشويه ولا هنحمره، هنعمله بطريقة سهلة جدا. وكمان هقولك على تتبيلة مميزة هتخلي طعمه حلو قوي. طبعا احنا عارفين ان سمك المكرل ليه فوائد كتيرة جدا، وفي نفس الوقت السعر بتاعه في متناول الجميع. ان شاء الله الوصفة بتاعت السمك هتعجبك جدا. كمان هنعمل مع السمك رز صيادية بالجمبري، هقولك ازاي يطلع لونه بالمنظر ده، وكمان يطلع معاكي مفلفل. ان شاء الله الوصفة تعجبك، بس قبل ما ابدأ ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. علشان نعمل الرز عندي هنا بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة جدا، فصين توم مفرومين ناعم، ملح وكمون وبهارات سمك ولورا وحبهان. بهارات السمك عايزين معلقة كبيرة. وعندي ربع كيلو من الجمبري الصغير، وزيت وصلصة. طبعا الجمبري لو انت حابة تجيبيه وسط او كبير مفيش مشكلة، بس اللي احنا بنحطه في الرز يا اما صغير يا اما وسط. نزلت هنا بالزيت حوالي معلقتين كبار من الزيت. طبعا الحلة لازم تبقى سخنة معايا كويس جدا علشان لما انزل بالجمبري ما ينزلش السوائل بتاعته. بعد ما حطيت الجمبري كده هنزل معاه التوابل كلها وفصين الثوم وهديهم تشويحة بسيطة. طبعا هيدي تست حلو قوي للرز لما نعمل الخطوة دي. فبقلبه شوية كده. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت خالص في السوى، فهو دقيقة او دقيقتين بالظبط وخلاص كده يكون هو استوى معايا. وطبعا كمان لما بننزل البهارات في الزيت وبنشوحها على النار بتدي بتطلع النكهة بتاعتها كلها وهتدي للرز تست حلوة قوي. بعد ما قلبته كده زي ما انتوا شايفين هبتدي اطلعه من الحلة في بولة عندي على جنب. بعد ما طلعته كده هبتدي احط شوية زيت كمان، وهنزل بالبصل كله. طبعا احنا عارفين ان الرز الصيادية بيحب البصل كتير، فتبقى بصلاية كبيرة كده ونقطعها مكعبات صغيرة قوي. هبتدي اشوحها كويس جدا لحد ما توصل للون الذهبي ده، مش عايزينها اغمق من كده علشان ما تغمقش معايا الرز ويبقى فيها الرز يبقى فيه حتت لونها اسود كده مش هتبقى حلوة. فنخليها اللون ده كويس جدا. هحط هنا معلقتين من صلصة الطماطم. عايزة اقولك ان هي بتدي لون للرز حلو قوي. هديها تشويحة كده بسيطة وبعد كده نزلت بالجمبري اللي انا شلته. بصوا الموضوع ما بياخدش وقت خالص، بس شوية حاجات بنعملها كده بتدي للأكل نكهة وطعم حلو قوي. بعد كده طبعا بتنزلي بكمية الرز اللي انت حباها. طبعا احنا عارفين ان الرز المصري ان كل كوباية من الرز عليها كوباية من المية. بس انا مش بحب، انا ما بعيرش اصلا مية خالص. هوريكي ازاي تعرفي المقدار بتاع المية يبقى مظبوط جدا. بعد ما تحطي الرز وتقلبيه كده بالمنظر ده بتحطي المية السخنة وتحسي ان هي غطت الرز خلاص. انا طبعا في شوية كده هحطهم انا على البولة اللي كنت حاطة فيها الجمبري علشان الطعم بتاع الجمبري يبقى موجود كله. بصوا كده المية غطت معايا الرز تماما. تمام كده. انا ما حطيتش ملح طبعا لان الملح اللي انا كنت حاطاه في الاول كويس قوي. طبعا اول ما الرز يبقى يتشرب المية خالص ويبقى بالمنظر ده بديله تقليبة بسيطة وبوطي عليه بقى واسيبه خالص لحد ما يستوي معايا. انا كده الرز خلص معايا، شايفين لونه تحفة جدا بسبب صلصة الطماطم اللي احنا حطيناها، وكمان لما شوحنا البصل وخلينا لونه ذهبي كده هيخلي الرز لونه بالمنظر ده. عايزة اقولك ان اهم حاجة في الرز عشان يفلفل معاكي ويطلع كويس جدا تظبطي المية بتاعته. يعني الكوباية اللي انت هتعايري بيها الرز هي الكوباية اللي تعايري بيها المية. اهم حاجة المية تبقى سخنة جدا، وكمان المية تبقى مظبوطة جدا مع الرز عشان يطلع مظبوط. ما نقلبش فيه كتير. هي اول ما نقلب فيه ونحس ان هو خلاص اتشرب المية بتاعته بنديله التقليبة بتاعته بنوطي عليه. كده الرز هيطلع معاكي مفلفل وجميل جدا.
علشان نعمل هنا السمك عندي 4 سمكات زي ما انتوا شايفين كده، متنضفين كويس جدا. بتفتحيها كده من النص وبتنضفيها، تخليها لونها ابيض كده بالمنظر ده. بتنزلي عليها ميه كتير جدا، وفتحتها 4 فتحات كده من قدام، وممكن تعمليها من ورا كمان، بس انا عملتها من قدام بس. طبعا بنغسله بميه وخل وشويه ليمون وحبه ملح وشويه دقيق. بنغسلهم كويس جدا وبنصفيه من الميه. طبعا عندنا مناديل المطبخ، اي زوايد كده في الميه بنشفها بيها. وبفتح كده السمكية زي ما انتوا شايفين وانشفها بالمناديل كده، لان انا مش عايزة خالص اي نقطة مية موجودة فيها. فاهم حاجة الخطوة دي نعملها، ان احنا ننشفه كويس جدا، مش عايزة فيه اي نقطة مية. علشان نتبل السمك هقولك على تتبيلة مميزة جدا هتديله تيست حلو قوي وطعم جميل. عندي هنا راس توم كبيرة مفرومة ناعم، عندي معلقة كبيرة من بهارات السمك وملح وكمون وكزبرة، 3 حبات من الفلفل الرومي، وربع كوباية من عصير الليمون. التتبيلة دي هتديله طعم حلو قوي ان شاء الله، التتبيلة هتعجبك. كمان عندي هريسة شطة انا عاملاها في البيت، الهريسة دي بتديله تيست برضو حلو قوي للناس اللي بتحبه سبايسي، ولو انتي مش حابة تحطيها خالص مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى في الكبة هحط الفلفل الرومي، بنقطعه صغير كده. بعد ما قطعنا الفلفل الرومي بالمنظر ده هبتدي احط البهارات. طبعا اهم حاجة ان بهارات السمك انا حاطة معلقة كبيرة جدا علشان تدي طعم حلو قوي للسمك. وهنحط كمان التوم برضو عايزين راس توم كبيرة كده مفرومة ناعم جدا. احنا كده كده هنفرمها برضو، بس عايزينها راس توم كبيرة، علشان برضو التوم في السمك بيبقى بيديله طعم حلو قوي. بعد كده حطيت الليمون، هفرمهم بقى مع بعض. طبعا انا ما حطيتش الهريسه مع الخلطه، لان انا هعمل 2 من السمك عادي و2 سبايسي، فانا طبعا سايباها في الاخر مش هحطها دلوقتي. بعد ما فرمت التتبيله كده زي ما انتوا شايفين، هاخد نصها هشيله على جنب علشان ده اللي انا هعمله العادي، السمكتين اللي انا هتبلهم عادي. فهاخد نص التتبيله كده علشان النص التاني هحط له هريسه الشطه. انا خدت كده نص الكميه بالمنظر ده، وهبتدي احط على النص التاني الهريسة اللي عندي. هحط كده منها معلقة زي ما انتوا شايفين، معلقة كويسة جدا هتديها لون حلو قوي وكمان هتخليها سبايسي. هبتدي بقى اقلبها معاهم، هديها فرمة بسيطة كده. وطبعا هنحط شوية خل مع التتبيلة. انا نسيت اقول لكم على شوية الخل، هنحط برضو حوالي معلقتين كبار كده من الخل. هفضي بقى النص التاني من التتبيلة. عايزه اقولك ان التتبيله دي طعمها تحفه جدا، من ريحتها كده آه، رهيبه، يعني هتخلي طعم السمك حلو قوي. هنا كده انا قسمتهم نصين، سبايسي وعادي. هبتدي اتبل السمك بقى. طبعا بصوا ما فيهوش ولا نقطه ميه، بتبله كده من جوه زي ما انتوا شايفين. وبالفتحات اللي انا فتحاها دي بدخل التتبيله علشان اللحم بتاع السمك يبقى واخد من التتبيله كلها. طبعا لو انت حابه ان انت تفتحيه من الظهر زي ما انا قلتلك مفيش اي مشكله، بس انا حبيت ان انا افتحه من قدام بس. يعني بنعمله بالسكينه كده، وتكون السكينه طبعا حاميه علشان آه، اللحم لحم السمك ما يبص معاكي.
وتفتحيها كده بالسكينة كام فتحة كده، بس ان اللحم بتاع السمك يبقى متبل كويس جدا. بتبل بقى كمان اللي بالهريسة. عايزة اقولك ان الهريسة دي بتديها طعم حلو قوي، وكمان بتديله لون كمان جميل. طبعا بتقعد في التتبيلة ساعتين. ده مش زي الفراخ بيقعد في التتبيلة، يعني لو وقت قليل اللحم بتاع السمك بيتبل بسرعة جدا. انا هسيبه في التتبيلة لمدة ساعتين علشان احس ان اللحم بتاع السمك خد من التتبيلة كويس جدا، وابقى ضامنة ان كل اللحم بتاع السمك يبقى اتبل معايا كويس. بعد ما تبلت السمك كده بالمنظر ده طبعا هغطيه، لان طبعا ما ينفعش ادخله التلاجة غير لما يتغطى، علشان ريحة التوم وريحة الحاجات اللي انا حطاها دي كلها ما تبقاش موجودة في التلاجة. فهغطيه كده بالاسترتش راب، وهسيبه في التتبيلة لمدة ساعتين. مش عايزين برضو نسيبه في التتبيلة كتير علشان اللحم بتاع السمك ما يتهريش معايا. يعني السمك بالاخص كده ما بنحبش نحطه في التتبيلة مدة اكبر عشان اللحم بتاعه بيتهري بسرعة. كده بعد ما السمك اتبل معايا هنبتدي بقى نعمل صينية السمك اللي انا قلتلكوا عليها. احنا ولا هنشويه ولا هنحمره، هنعمله بطريقة كده حلوة قوي، هتسويه وهتعمله كأنه مشوي. هنجيب صينية كده، عندي اي صينية، هحط لها بقى بصل متقطع بالمنظر ده كده حلقات. عندي هنا كمان فلفل رومي متقطع حلقات. طبعا كمية الخضار على حسب ما انت اللي تحبي، يعني لو عايزة تزوديها مفيش اي مشكلة. عندي هنا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. انا عايزة اتبل الخلطة اللي انا بحطها دي، فعلشان كده حطيت ملح وفلفل اسود. واهم حاجة ان احنا نقلب البصل مع الملح كويس جدا، بتدي طعم حلو قوي للبصل، وكمان بينزل السوائل بتاعته في السوا. بعد ما قلبتهم كده كويس مع الملح والفلفل الاسود هنزل بالطماطم. طبعا الطماطم مقطعاها زي البصل وزي الفلفل الرومي. بخلطهم كده مع بعض كويس جدا. كمان هحط بقدونس وكزبرة، يعني زي ما انتوا شايفين كده حبة صغيرين مش كتير قوي، بتدي برضو للخلطة دي طعم حلو قوي. طبعا متقطعين ناعم جدا، وبوزع الخلطة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا من شكلها باينة جدا ان هي حلوة قوي. هبتدي بقى انزل على الخلطة دي بشوية زيت كده صغيرين، يعني حوالي معلقة كبيرة. وبعد كده هرص بقى السمك في الصينية الرصة اللي انت تحبيها. طبعا كمية السمك برضو على حسب ما انت اللي تحبي الكمية. يعني اصلا السمكية حجمها كبير، فعلى حسب الافراد اللي هياكلوا السمك بتحطي العدد بتاع السمك. هرص السمك كده بالمنظر ده. كمان عايزه اقولك الخلطه اللي احنا عملنا بيها السمك، لو انتي هتعملي السمك كله سبايسي ممكن تحطي من الخلطه اللي انتي عملتي بيها السمك مع البصل والفلفل والطماطم، وتقلبيهم برضو معاها، بتديها طعم حلو قوي. بس ده لو انتي حابه ان انتي تعمليها كلها سبايسي. بعد ما حطيت السمك بالمنظر ده هبتدي بقى ادهن وشه بمعلقه صغيره من صلصه الطماطم، وهحط لها شويه زيت كده، حوالي معلقه من الزيت. طبعا في السوا بتدي لون للسمك حلو قوي، كأننا شاويينه، فهتديله لون حلو قوي. هحط كده على وشها شويه من صلصه الطماطم بالفرشه كده، واوزعها كويس جدا، وانزل التتبيله دي من على السمك من فوق علشان ما يتحرقش معايا لما اجي احطه في الفرن. يعني هي معلقه بس صغيره من صلصه الطماطم، مش هنحط كتير. واوزعها كده كلها على السمك. طبعا الفرن بيبقى سخن معايا من قبليها. قبل ما ادخل السمك بيبقى فاتحه الفرن قبليها بتلت ساعه علشان ادخله في الرف الوسطاني على درجه حراره 200 درجه.
ما بياخدش معايا وقت خالص في السوا. بتسيبيه بقى في الفرن لحد ما ياخد السوا بتاعه، يعني هياخد منك حوالي من ساعة الا ربع لساعة كده. بعد ما عملت كده بالصلصة الطماطم هبتدي احط على وشه شوية برضو من الزيت. كل الحاجات اللي انا بعملها دي علشان يديله لون حلو قوي في الفرن. طبعا شكله تحفة جدا قبل ما يستوي اصلا. بعد كده بحط بقى شرايح من الليمون كده فوقيه، بتديله شكل حلو قوي. وبحط كده على التتبيلة برضو نفسها. يعني بنوزع كده، بنقطع ليمونتين وبنوزعهم على الصينية كلها. كده الصينية خلصت معايا، هبتدي ادخلها الفرن. وزي ما قلت لكم بنسيبها في الفرن، مش هغطيها خالص بفويل ولا اي حاجة، لان انا مش عايزة السوائل كتير تنزل. انا عايزاها تستوي بسرعة في الفرن، ومش هتاخد منك وقت خالص. اول ما تستوي هنبتدي نطلعها من الفرن على طول. كده بعد ما استوت معايا بالمنظر ده، بصوا شكل السمك عامل ازاي، تحفة جدا. هو ما خدش معايا في الفرن كتير، هو ساعة الا ربع بالظبط، وطلعته من الفرن على طول. بصوا تحفة جدا، وشكله كأنه مشوي. عايزة اقولك ان الاكلة دي طعمها حلو قوي، ونوع السمك ده بالاخص طعمه حلو جدا. بيبقى مليان كده لحم من جوه. آه، جربيه ان شاء الله، والوصفة دي هتعجبك جدا، والخلطة نفسها هتدي طعم للسمك حلو قوي. انا كده خلصت الوصفة خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اهم حاجة تخلي بالكم من المعلومات اللي انا قلتها عن السمك وعن الرز، عشان الاكلة تبقى مظبوطة معاكم، والسمك يطلع مظبوط. ما نزودش عليه الحرارة في الفرن، وما نطولش عليه برضو المدة. والرز نخلي بالنا من كل حاجة قلتها علشان يظبط معاكي ويطلع مفلفل ولونه يطلع مظبوط كده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.